وعلى رأي كابتن خالد الغندور امبارح، والحياة بقى لونها دجلة، وانا دجلة وانت دجلة. او الحياة بقى لونها دياستي ولا اويا ولا الواد المهاجم الجامد ده، ولا كانوا مدافع. فريق وادي دجلة شابوه شابوه شابوه، بعيدا عن اي هزار واي تحفيل واي حاجة. وادي دجلة النهارده بتلعب كورة الاهلي ما لعبهاش امبارح ولا من اول الموسم ولا في كاس العالم ولا في اي حته مع المدرب روبيرو. وادي دجله مع المدرب الصغير في السن ده اسمه محمد الشيخ على ما اعتقد، بيلعب كوره فوق الممتازه، بينقل بيطلع بالكوره صح بغض النظر عن النتيجه. فرقه هايله بتلعب كوره حلوه قوي، عملت ماتش جامد وحلو قوي النهارده على الزمالك، ويستحقوا الفوز ويستحقوا المكسب. وهارد لك للزمالك. والحياه بقى لونها على راي كابتن خالد الغندور دجله، والحياة بقى لونها دياستي. والحياة يعني مش عارف والله، لسه كنتوا بتحفلوا امبارح سبحان الله تترد عليكم النهارده على طول. والف شكر للونش. الونش خلي بالكم كده المفروض يغيب 3 ماتشات عشان اي تلاعب او اي حاجه تحصل. الونش كده 3 ماتشات ان شاء الله. والحياة بقى لونها دجلة يا خالد. سلام.